بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نفتتح الحلقة ونختتم بها، ولكننا في هذه الحلقة والحلقة السابقة يا عزيزي المشاهد كما تعلم بدأناها بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. هذه الآيات المباركات كان يلهج بها لسان الشيخ الذاكر فضيلة العلامة الفهامة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه وأحسن مثواه. وقد قدمنا لكم آنساتي سيداتي سادتي بفضل الله سبحانه وتعالى الحلقة الأولى في سلسلة حلقات في قراءة سيرة ومجاهدات ودعوات الشيخ الجليل إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه، الذي كان مدرسة في الفصاحة وفي اللغة وفي الفتاوى وفي الشروح وفي الميراث وفي علم المذاهب وفي يعني حركة الناس، يعني اهتداء بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة. كان فضيلته هو ذلك العلم الذي لا تخطئه عين دارس، ولا تشتاق إليه آه، إلا القلوب المؤمنة بالله والملتزمة بكتابه وسنة نبيه. أنا أشكر كل المعلقين الذين علقوا على الحلقة الأولى. كنت أتمنى أن يكون يعني آراء المشاهدين يعني بمكانة الشيخ الجليل، ولكن يكفي الشيخ ويكفينا شرفا أننا نتحدث عنه في هذه القناة المباركة. وبلا شك هنالك الملايين وآلاف التعليقات في قلوب الناس، ولكنها عادة مشاهدينا لا يبوحون حتى بما يعني يعتمل في نفوسهم. وحسبنا لله من قبل ومن بعد. وهنالك الملايين الذين يشاهدون على على الستلايت، يعني على الأقمار الصناعية. بدأت في قراءة سيرة فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه، وذكرنا بأنه قد تقلد عدة وظائف. عمل مرشدا دينيا بمنطقة القاش، انتدب لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية لمدة عامين، عمل إماما للجامع الكبير بمدينة كسلة منذ العام 63 900 وألف إلى وفاته في 12 من سبتمبر 1995، يعني في 7 من شهر الرابع لعام 1416 للهجرة النبوية الشريفة. كان سماحته مواظبا على إقامة الدروس في مساجد مدينة كسلة ومساجد أم درمان عند زيارتها من قبله، خاصة في شهر
رمضان المبارك. في فترتنا التي كنا فيها في كسلة، أنا لم أفتقد الشيخ إلا يعني أياما معدودات، لكن لا أتذكر أنه في شهر رمضان كامل كان يذهب إلى الخرطوم في أم درمان. لكن هذه هي السيرة المعتمدة التي بعث بها نجلة الدكتور أبو ذر إبراهيم الأشقر مشكورا. فقد كانت همة هذا الشيخ رحمه الله منصرفة إلى الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الدين الصحيح، وبطريقة سهلة، وبطريقة فيها كل ما يرغب الناس، سواء كانوا من الطلاب أو من عامة الناس. ولم يكن تعليمه باللسان وحده، بل كانت أفعاله أكبر مترجم لسماحة الدين وحدود الشرع الحنيف. فهو البشوش إن لاقيته، حلو الحديث إن حادثته، دمث الأخلاق إن خالطته. حقا لقد كان هذا الشيخ عنوانا صادقا لأهل تلك المدينة، يبصرون في سمته جلالة الدين وهدي السلف الماضين. ولقد كان مسجد مدينة كسل الكبيرة في عهده محطا للمستفتين ومقصدا للمتعلمين. طبعا لا يخلو مجلس الشيخ من أسئلة ترد عليه ورودا كثيرة، وهو الذي يجيب بكل أريحية ويعطيك رأي المذاهب الأربعة، وأنت تختار ما هو أحوط لك. ولذلك قال الشاعر الذي نعاه: بحر من العلم للإسلام مفخرة، من نوره كسلا تزهو لياليها، كم زان مجلسها بالعلم ينشره، والسنة إن درست بالعزم يحييها، إن ماتت يعني. وفعلا كان هكذا. ولقد كانت دروس هذا الشيخ محل إقبال، يحرص الكثيرون على حضورها. وأعجب ما في هذه الدروس أن الكل يخرج بفائدة، ومهما قل علم المستمع فإنه لا يخرج صفرا من هذه الدروس. وكان لهذا الشيخ أسلوبه البديع في هذه الدروس، حيث كان يتدرج بطلابه ويحرص على متابعتهم. ومن ذلك كان يأمرهم بكتابة 10 آيات يتم عرضها في اليوم التالي بعد إتقان تجويدها وحفظها. 10 آيات، وهي هديا يعني للصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك كان يجمع في تدريسه للقرآن الكريم بين قراءاته وتفسيره. ومن ذلك كان سهل القراءة، حتى تيسر للكثيرين حفظ الكثير من القرآن الكريم. ومن ذلك كان حكيما في دروسه، فقد كان يعامل من يحضر درسه معاملة الوالد لولده، لطفا ورحمة. فقد كان بعضهم إذا غضب لشيء يقول: لن أحضر الدرس، ولكنه حالما يحضر الدرس بعدها يعني يأتي طائعا وليس مكرها. ومن ذلك كان رحمه الله شيخ الأشقر خفيف الروح، مليح النكتة، يخلط درسه بالطرفة، فلا يخلو درس من دروسه عن بعض الطرائف، وهو أسلوب بديع تواتر عن المحققين من العلماء. لذلك كانت دروسه رحمه الله لا تمل وإن طالت. وكان في مجلسه وهو يشرح يعني يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وكان يقول: يده لاصقة بالتراب. ويقول يعني زي ما يقول أهلنا ناس الغرب، يقول يعني ناس غرب القاش يعني. كانت وحدة بتقول: الفقير ده هو الفقير ده يحبوه منه إلا أم الولد وألا الخلقة. ويضحك وهو يقول هذه فيقول إنه يقول دائما إنه في واحدة دائما تكرر الكلام ده، بتقول إنه الفقير ده يحبه منه إلا الخلقة وأم الولدة. والناس يضحكون يعني. فيجيب أشياء زي هذه عشان ما يرطب الجو
ويخلق نوع من الصحوة للمتابع، والطرفة والملحة والنكتة المنضبطة هي ليست مكروهة في مجالس العلم. بعدين أنا إن شاء الله في نهاية الحلقة سأحكي لكم موقفا هو كان يردد دوما شيخنا الأشقر، يعني القصة بين قرماي والدجاك. يعني أخذوا العنوان ده، قرماي والدجاك. وكان يحكيها شيخ الأشقر ب... يعني بضحكة، وبعدين هو برضه حكاي يعني حتى لما يريد أن يحكي يعني بطريقة جميلة. وأيضا من الحكاوي سأحكي بعدين في موسم من مواسم الحج، يعني ماذا جرى وماذا قال في موسم كان هو مشاركا فيه شيخنا رحمه الله وأحسن مثواه. آه، نواصل في قراءة السيرة. فكم من طرائف أدخلت السرور في نفوس أولئك الحاضرين لدرسه، وكم من طرائف له آه، آه، رددتها المحافل. ولم تكن طرائف هذا الشيخ بتلك الطرائف المجردة عن المعنى، بل كانت طرائف عالم يقصد إلى المعاني البديعة، وتوخى منها الدعوة إلى الهمم الرفيعة. فمن طرائفه سأله بعضهم: إذا كنت غضبانا وطلقت زوجتي هل تعد طلقة يا فضيلة الشيخ؟ فأجابه: وهل وجدت ضاحكا قال لامرأتي أنت طالق؟ يعني طبعا من يقول طالق معناه زعلان يعني. فيقول: لو كنت غاضبا وطلقت زوجتي فهل طلاق الغاضب واقع يعني؟ وهكذا كان يردد طبعا. آه فقال له: وهل وجدت، هو يضحك طبعا، قال له: هل وجدت ضاحكا قال لامرأته أنت طالق؟ ومن تلك الطرائف سأله بعضهم ذات مرة سؤالا فلم يرد عليه، فظن السائل أنه قد غلبه، فقال السائل: يا شيخ إبراهيم، لو كنا علماء لاتبعناكم. فأجابه: لو كنت عالما لأرحتنا. جميلة يعني. هكذا كان الشيخ، خفيفا على النفس، قريبا من القلوب. ويوم أن رحل كان رحيله شديدا على النفوس، حيث رحل الذي كان ينعشها بنور العلم. موضوع الحج قبل أن أنساه، وهو يحكي في ذات درس يعني، قال مرة صحبته كنا مجموعة فذهبنا إلى الحج، وبعدين المخيم السوداني يعني نزلونا في مكان ما فيه مراوح، ما فيه يعني الراحة تلك التي يحتاجها الحاج يعني. فقال مجموعة مننا كده قاموا، يعني طبعا كل دولة بتنزل في المخيم المقرر لها. فجماعتنا قالوا شافوا لهم مكان فيه مراوح كده وبتاع، دخلوا هناك. وهو الرجل يعني المهم تبع قوم يعني. فدخلنا هناك، وبعدين جونا المطوفين ولا المسؤولين من المخيمات، فقالوا لنا، والسودانيين معروفين طبعا بأشكالهم وبأشيائهم يعني. فقالوا لنا، قال: يا جماعة انتوا هذا ليس مخيم السودانيين، مخيمكم في المكان الثاني. وهم جاوا من هناك طبعا. فالجماعة قالوا: ما بنخرج يا أخي، يا جماعة اطلعوا بالكلام السعودي يعني. الجماعة قالوا ركبوا، قالوا ما بنخرج، نحن خلاص قعدنا وكده. فقال لنا، قال أحد المسؤولين السعوديين: أنتم السودانيون أهل فوضى. وضحك كده يعني الشيخ. فقال لا، قال حقيقة نحن أهل فوضى يعني. قالوا لنا: أنتم السودانيون أهل فوضى. والجماعة قالوا: يا زول قول فوضى ولا أي حاجة، ما طالعين من البرد. تو يضحك الشيخ رحمة الله عليه. فماذا قال الشاعر؟ قال: فقد كان الشيخ حريصا على إفادة الناس، يبذل ليله ونهاره في تعليمه، أستاذ معرفة قرت به كسلا،
وكم أفاد من الإرشاد من في الفتاوى خبير غير حضرته يأتي النصوص فيرويها ويجليها، من للحواشي محيط في جوانبها، من للتلاوة تجويدا وتنبيها، كم في المساجد قد أدى رسالتها، وخطبة الوعظ يستجلي مراميها. والله صدقت أيها الشاعر الجميل. وأنا إن شاء الله في نهاية الحلقة سأقرأ القصيدة كاملة بحوله تعالى. وتقول سيرته العطرة: ومن حرصه على تعليم الناس رحمه الله أنه كان يغشى الناس في كل مكان لتعليمهم، فلم يكن المسجد وحده منبر وعظ، بل تراه يفتي في الشارع إذا استوقف أو إذا استوقف، ويفتي في السوق ويعلم هذا ويرشد هذا، وبمخالطته للناس تسبب في هداية الكثيرين حقيقة. وكما قلت لكم كان يجلس في بعض المناطق التي تحفظ له هيبته، لكنه ليس كثير الجلسات، يا في مجلس علم داخل مسجده أو في منزله أو في مكان يعني بزيارة الناس إلى مواقع معينة. كم من تارك للصلاة أصبح مصليا بنصحه وموعظته، وكم من صاحب معصية أقلع عن معصيته لما أتته أنوار نصح هذا الشيخ، فأصبح الجميع من أهل المسجد. فسبحان من جعل من خلقه أداة على الهدى وأنوارا إلى طريق الحق. ومن عجائب حرصه على تعليم الناس أن بعضهم أراد الحج، فأتى إلى هذا الشيخ الجليل إبراهيم الأشقر وقال له: إني أريد أن أحج وأريد أن أعرف كل شيء حتى لا أخسر تكاليف الحج بدون فائدة. فأبدى الشيخ رغبته في تعليمه مناسك الحج، فكان يذهب معه إلى منزله كل يوم لتعليمه، وما ترك أمرا فيه مصلحة من مصالح الدين والدنيا إلا أرشده إليها. ولم يكن حرص هذا الشيخ على تعليم الناس مقصورا على الرجال، بل كان له أيضا رحمه الله حيث يقوم بتدريس النساء وتعليمهن أمور دينهن بأسلوب حكيم لا تجده إلا في عالم كهذا الشيخ الجليل إبراهيم الأشقر. وكانت دروس الرجال في كل يوم، وتبدأ من بعد صلاة الظهر، ثم بقية الصلوات حتى العاشرة ليلا أحيانا طبعا. وفي كل ذلك ترى ذلك الشيخ وقد ملئ نشاطا وقوة، لا يمل ولا يمل ولا يعرف الملل. غالبا أنا كنت أجلس عنده بين المغرب والعشاء، هذا في الغالب، لكن كانت له دروس كذلك في الظهيرة بعد صلاة الظهر، وبتاعة الظهيرة دي كانت قصيرة جدا. وسبحان الله أنت لا تمل ذلك المجلس الذي كان يعقد بين المغرب والعشاء، فسرعان ما ينتهي الزمن. ومن الملاحظ يعني عزيزي المشاهد والمشاهدة الكريمة أن الشيخ كان يعلم الناس بالممارسة. أذكر واحدة من الممارسات الفعلية، يعني رجل أما الناس في صلاة المغرب، ثم جلس إلى حصيره وعلى الكرسي المتواضع جدا، ويذكر من كتاب الله ومن أحاديث المصطفى، لم يخرج من مكانه. ثم عندما ينهي درسه والشيخ محمود يرفع الأذان أو قبله بدقائق، هو ذاته لا يجلس في مجلسه في كرسيه إلا والإبريق بجواره على اليمين أو على اليسار، فيجدد وضوءه. انظر إلى هذه الممارسة الفقهية الفعلية. هو يعلم الناس، يقول إن في الوضوء أجر، وهو الذي أما الناس ويمكن أن يصلي بالناس. وإذا قلنا مثلا يعني ربما كان ينبغي عليه أن نجدد، لا يمكن أن نجدد في كل مساء يعني. ولذلك أنا أحسب أنه كان
يعني يمرر رسالة فعلية، فيقول أيها الناس جددوا وضوءكم، لأنه في تجديد الوضوء أجر، وفي كل خطوة من خطوات الوضوء كما تعلم عزيزي المشاهد أجر. ويتوضأ أمام الناس وقاعد في المصلاية، والمصلاية هي المصلاية بتاعت الحصيرة هذه يعني. يا سبحان الله. فدي واحدة من الممارسات اللي أنا أتذكرها جيدا، يعني أنه يجدد وضوء عند كل صلاة. ولقد كانت فتواه محل قبول لدى الناس، فكان الناس يقصدونه للفتوى من أماكن بعيدة حتى من إريتريا، وكل ذلك ثقة منه في فتواه. السودان كله ومن إريتريا كذلك. وما كان رحمه الله يظن على الناس بفائدة أن يبخل عليهم، فكان يحل إشكالاتهم في المسائل العويصة من مسائل المواريث والمعاملات والطلاق، ولا يخلو يوم من أيامه عن فتوى أو إرشاد لجاهل، بل تراه يفتي ويرشد حتى في حال خروجه من باب المسجد إلى أن يصل إلى باب فناء المسجد يجر دراجته، يعني المبروكة أنا بسميها دراجته المباركة. يعني كان ممكن لو طلب من أي زول، يعني أي واحد يرتاد من مسجد كسلة وعنده سيارة، والسيارات واقفة على رصيف المسجد وعلى رصيف البلدية وكذا وجنب المدرسة الأهلية والتكاسي وراه، يعني والتكاسي موقف التكاسي القديم في ظهر المسجد حيث ظلال الأشجار الوارفة. والله لو أشار بأصبعه لأي سواق يقول له يا أخو دين البيت، يشعر بزهو ذلك السواق، لكنه يعتمد على نفسه فيركب دراجته ويركب النظارة الشمسية، وفي الغالب يركب النظارة وسايقها وراكب، يعني يكسوه الوقار يعني رحمه الله. آه وكان بيت هذا الشيخ محطا للسائلين عن أحكام الدين وموئلا للمسترشدين، فلا يخلو بيته عن زائر أو مستفت، فرحم الله تلك الهمة وأعلى مقام صاحبها في دار كرامته. وقد كان هذا الشيخ صاحب أخلاق فاضلة وسجايا لا تجدها إلا في العلماء الربانيين. ألا تعجب معي من رجل لا يعرف الغضب إلى قلبه سبيلا، أصلا ما شفت زعلان، فما كان يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الدين، فحينها ينبرم براء السهم من قوسه ذابا عن حرمة الدين، أي مدافعا ومنافحا عن شرعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله حكيما حكمة العلماء، رفيقا رفق الحكماء. ومما أذكر ما قاله لنا الوالد رحمه الله، وهو يتحدث عن، هو كان برضو شيخ الوالد على فكرة رحمهم الله جميعا. قال مما بلغنا من تاريخ فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمه الله، أنه عندما انتقل إلى الرفيق أو توفي جمال عبد الناصر الزعيم المصري، وجمال طبعا كان عنده شخصية والعالم العربي والقومية العربية يعني كما قال أحد الكتاب آه ولد جمال عبد الناصر في بيت واحد ومات وقد ترك في كل أسرة، كل أسرة يعني ما ترك اسم جمال. وهناك من سمي باسم جمال كثير يعني غير جمال الدين الأفغاني، لكن الناس اللي ولدوا من السبعينيات وكده، سواء كان في إريتريا، في السودان، في مصر، وفي إثيوبيا والصومال كذلك، أسماء جمال هذه كانت يعني كان رجل عنده شخصية يعني. ف ونحن لا نتحدث عن سياسته وما إلى ذلك، ولكن معروف أنه أولئك الحكام بالذات الفترة الناصرية عبد الناصر وجماعته يعني ارتكبوا أشياء في العلماء المسلمين تحديدا يعني. فأقيمت صلاة الغائب على روح جمال عبد الناصر عندما توفي
نستطيع أن نقول في العالم كله، إلا أماكن محددة، ومنها مسجد كسلة، حيث كان فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر في ذلك الوقت، وهو من إمام من 63 يعني. وعندما انتقل عبد الناصر 70 فيما أظن، يعني فمجموعة دارت تصلي صلاة الغائب، فوقف الشيخ الأشقر ممانعا، قال: أنا لا أسمح بإقامة صلاة الغائب في هذا المسجد على روح جمال عبد الناصر، لأنه يعني المجموعة الإسلامية سيد قطب والجماعة يعني رحمهم الله، يعني هذا الرجل ذهب إلى ما قدم، لكن أنا كرجل عالم وإمام لهذا المسجد لا أسمح بصلاة الغائب لجمال عبد الناصر في مسجد كسلة. فقيل إنه مسجد كسلة المسجد الوحيد ربما من مساجد كسلة التي لم تصلي صلاة الغائب على روح جمال عبد الناصر. ده دليل على أنه كان رجل لا يجامل أبدا. والمسألة التي تحدثنا عنها عن الرحمن على عرش استوى، لفقوا عليه تفسيرات لم يقلها رحمه الله. هو قال بالحرف ونحن شهود عيان، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. جروا الكلام وجروا 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 إلى أن خرجوا بذلك القرار كما تحدثنا في الحلقة السابقة. فذلك أيضا من تاريخه، ولم يصلي صلاة الغائب على عبد الناصر، ومنع أن تقام صلاة الغائب في المسجد الكبير، المسجد العريق. خرج في مرة من المرات إلى الحج ومعه مجموعة من تلاميذه ومحبيه، نفس الكلام أنا الذي تحدثت عنه، خلونا نقرأه. لكن وفي منى حدد لهم المطوف بعض الخيام لتكون مقرا لهم، فقاموا بتنظيفها. وفي مرة من المرات فوجئوا بمجموعة من المسلمين الأمريكيين، هذه قصة ثانية، أنتم السودانيين أهل فوضى، ديك حاجة ثانية، دي واحدة ثانية. وفي مرة من المرات فوجئوا بمجموعة من المسلمين الأمريكيين وقد وضعوا على الخيام بعض الملصقات، فقام الملازمون للشيخ بنزع هذه الملصقات، وحدث نزاع بين الفريقين. وكان الشيخ إبراهيم غائبا، فلما حضر وعرف القصة لام مجموعته وطلب منهم الذهاب إليهم للاعتذار عما حدث، وقال لأصحابه: نحن أحق بالاعتذار لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، حديثي عهد يعني، المؤلف قلوبهم يعني. وذهب الجميع يتقدمهم الشيخ الوقور إبراهيم أشقر، واعتذر الجميع عما حدث. وقدم هذا الشيخ لاعتذارهم بأسلوبه الفريد، ذلك الأسلوب الذي إذا لامس الألباب انقادت طائعة. وقبل أولئك الاعتذار، ثم جرى الحديث بين الشيخ وبين رئيس مجموعة المسلمين الأمريكيين، والذي كان يتحدث بالعربية، وقدم له الشيخ دعوة لزيارة مدينة كسلة. وهكذا انقلب النزاع إلى ود ومحبة بحكمة هذا العالم المربي الجليل. حقا لقد كان هذا الشيخ مدرسة متحركة يتعلم الناس منها تلك المعاني النبيلة التي يدعو إليها الإسلام، وقد تجسدت مترجمة في أعمال هذا العالم الجليل. وكان لخطبة الجمعة حقيقة مذاقا متميزا في ذلك المسجد الكبير الذي يخطب فيه هذا الشيخ، فقد كانت خطبته قليلة المباني كثيرة المعاني رقيقة الألفاظ بعيدة عن التكلف. وكان هذا الشيخ منصرفا إلى تقديم الزاد الباقي، لا يهمه ما فاته من الدنيا. مدارسة العلم أغلى عنده من كل غالي. والله كما قلت، خطبة الجمعة كان فيها قدرا من البلاغة والسجاعة والسجع والفصاحة. يعني نحن تعلمنا منه هذه اللغة. وتقليب كتابه أشهى عنده من تقليب الدراهم. ولعلك تعجب إذا قلت لك إن هذا الشيخ
الذي تلك صفته لم تكن له دابة يركبها إلا دراجة هوائية. نعم، حتى الدراجة الهوائية نحن ما شفناه يجدد في الدراجات، يجي راكبها لحد باب المسجد الحوش، ثم ينزل منها بطريقة سهلة يعني مريحة، ويركنها على باب المكاتب الصغيرة اللي كانت للأوقاف يعني. إنه زهد لا يكون إلا في قلوب طلقت الدنيا ورفضت زخرفها الكاذب. يعني بالله يا شيخ الأشقر لو داير كان يعمل سيارة ما كان عمل؟ طلابه ومريديه بس لو قال يا جماعة خلاص تعبنا كان عملوا له طيارة، يعني كان ممكن يركب طيارة كما قلت. وظل هذا الشيخ يركب تلك الدراجة التي لا يرضى بها بديلا حتى أصابه حادث وهو على دراجته ويؤجر عليها، ومن يومها فارق تلك الدراجة بغير اختياره. هذا هو الشيخ إبراهيم أشقر الذي ملأ ذكره الآذان وشدت الركائب لفتواه، دابته دراجة هوائية. فليت شعري أي زهد أعظم من هذا. لقد أعطيت أيها الشيخ للعقلاء درسا ليتهم فهموه. وأما راتبه أما راتبه أما راتبه عزيزي المشاهد فلا تسل عن قلته. مع هذا هو دائب في تبليغ رسالته، لا يسأل عن حوافز ولا زيادات شغلته الهمة الرفيعة عن الالتفات إلى سفاسف الأمور. وحادثة أخرى تدلك على معدن الرجل وتنبيك عن زهده. بعد الحادث الذي حدث له عرض عليه أن يسكن دارا مجاورة لمسجده المسجد العريق، وكانت دارا واسعة وجميلة. فقال أنا لا أستطيع مفارقة جيراني الذين عشت معهم زمنا طويلا. المسجد الكبير يعني وسط البلد، تكاكين وتجار، لكن كان في ناس ساكنين في الكارة يعني قريبة من منطقة الكارة يعني. قال لا أستطيع مفارقة جيراني الذين عشت وإياهم زمنا طويلا. كما أنه رحمه الله قصد أيضا أن لا يشق على أقاربه في زيارته، يعني أقاربه ما داير يشق عليهم، يعني يتحملوا ويأتوا ويذهبوا وما إلى ذلك. فتأمل رحمك الله في هذه الأوابي لتقف على زهد رجل حري به أن يكون في لفيف الزاهدين وواحدا من أعلامه الميامين. وأما التواضع فكان يعني علما من أعلامه ونجما في عليائه. فقد كان رحمه الله بسيطا متواضعا يجيب الدعوة وإن هانت، لا ينظر إلى عظم الداعي ولا إلى فخامة الدعوة. نحن لماذا نقرأ هذه السيرة؟ ليقتدي بها الذين يعملون في نشر هذا الدين ودعاة. هذه سير من كان قبلكم قبل سنوات أيها الدعاء، فلنقتدي بها. وأنا لما أقول مش الدعاء، أي مسلم ينبغي أن تكون هذه هي يعني خصاله وهذه هي أخلاقه. وكان رحمه الله إذا ضمه مجلس لا يهمه على أي شيء جلس على سرير أو على أرض، وكان الناس يستوقفونه للفتوى فكان يقف للجميع غير ملتفت إلى مناصبهم. وكان رحمه الله لا يستصغر أحدا لقلة جاه أو منصب، ويزور أصحابه ولا ينظر إلى مراتبهم أو عملهم. حقا لقد كان الشيخ إبراهيم الأشقر نموذجا فريدا يدب على الأرض. أبصر الناس في أقواله وأفعاله هدي الدين وحلاوة الشرع. ومن صفاته الفريدة رحمه الله سعة صدره والحلم وسلامة النفس. ومن تلك النماذج الفريدة عن عفوه حاول بعضهم ذات مرة
اغتياله بسكين وهو في الصلاة. هذه سبحان الله أنا لم أسمع بها، ولكن الله سلمه من ذلك. شوف الشيطنة هذه. ما برضو ما في صحابة يعني، في خلفاء راشدين استشهدوا هم في الصلاة يعني. لا حول ولا. وقال للمسكين للممسكين بالرجل، يعني سلمه الله، قال للممسكين بالرجل: الرجل مريض فاذهبوا به إلى أهله. يعني أداهم الحكم الرجل هذا مختل وإلا يعني شيخ الأشقر غير المسجد والدراجة عنده شنو يعني؟ فيما يغتال يعني، رحمه الله. وكذلك في الحادث الذي كان سببا في تعطيله من قيادة الدراجة، فقد عفى أيضا عن الرجل الذي تسبب في ذلك. ومن النماذج الرائعة في حياة هذا الشيخ ذلك الموقف الفريد الذي يتكرر بين سمع وبصر المصلين في المسجد الكبير بكسلة، حيث ترى هذا الشيخ يحث الناس على الصدقة على بعض المحتاجين، ثم يخرج كيسه فيخرج منه ما تيسر، فيكون أول المتصدقين والله حقيقة. فيقول: يا أخواننا تبرعوا لأخينا، فيخرج ولا يتعف ولا يشعر بأي حرج، يعني تصدقوا ولو بشق تمرة، فيخرج ما تيسر ويقول، ويكون أول المبتدئين. صدق من كتب ذلك. فلله درك. فكم في هذا من درس لأصحاب القلوب السليمة، وكم في هذا من لفتة رائعة للدعاء المربين. فهو لم يكتفي بالقول حيث قرن معه أي القول بالعمل، فما أروعه من فقه وما أنبله من تعليم. ولقد مر معك أن راتب هذا الشيخ كان قليلا زهيدا، ولكن مع هذا كان يواسي المحتاجين. يعني قال وهو يتحدث عن راتبه، قال: دعك من هنا زاهد، يعني راتب لا يذكر، ورغم ذلك يتحدث يتصدق أمام تجار كسلة، الدكاكين المتاجر الكثيرة في كسلة، وكسلة ميناء بر يعني ساعات. لكنه يريد أن يعلم الناس أولئك الذين يعني لديهم أموال فتصدقوا، لأن ما عند الله خير وأبقى يعني. ولقد مر، ولكن مع ذلك كان يواسي المحتاجين ويتصدق على المعوزين. فلله دره من جود، ولله درها من سماحة. وما أصدق الجود إذا كان مع القلة، كما أنه ما أصدق الحلم إذا كان مع القدرة. ومع تلك الرائعة في حثه على الصدقة، كان أحيانا يخلط معها أسلوبا آخر من أساليبه البديعة. فكان أحيانا ينشد، وكان يحب الشعر كثيرا، يقول: أيها الأحباب دبوا في دجى الليل هبوا، إن في القرآن حرف فيه للأحباب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. كان رجلا لغويا يعني. فكانت تلك الأساليب البديعة تؤتي ثمارها، فترى الناس يتسابقون إلى التصدق. حقا إنها تربية عالم عارف بمقاصد الدين، وواقف على فرقانه المبين. وأما صبره على شدة الزمان ولأوائه فعجب من الأخبار وسر من الأسرار. هذا الرجل الذي كتب السيرة رجل برضو لغوي. فقد كان راتبه كما أخبرتك لا يقوم بقضاء حاجاته، ولم يكن من أصحاب الثراء، ومع هذا لا تفارقه بسمة الرضا، فلا تراه في يوم من الأيام متضجرا أو باثا يبث شكواه لأحد. وهو الرجل الأنيق يعني المهندم، لأنه كان مدرسة تتحرك يعني، الناس تتعلم منها يعني. وإذا سأله سائل عن حالي لم يزد على شكر الله تعالى وحمده. حقا إنها همة رجل ارتفعت عن سفاسف الأمور وصغائر المطالب، وانصرفت إلى عزائم الأمور ورفيع الخصال. لم تشغلها أشواك الطريق
عن الهدف السامي والغاية العظمى. إنه الشيخ إبراهيم أشقر، جبل الزهد، أستاذ التواضع، نبذ الفاني وعمل للباقي، زرع الطاعات وذخر الصالحات. مشاهدي الكرام، نواصل معكم ما تبقى من دقائق في سيرة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمه الله لهذه الحلقة، وآمل أن آتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله برضو نتحدث عما تبقى لنا. وإن شاء الله أنا يعني سأستضيف شخص أو شخصين من طلاب أو من يعني متابعي دروس الشيخ الأشقر بحوله تعالى. لحد الآن ما فيش أمامي شيء شخص معين، لكن سأسعى إن شاء الله ربنا يوفقنا، يعني يضيف لما تفضلنا به وتفضل به لحضراتكم أيها المشاهدون الكرام الكاتب الذي كتب سيرة الشيخ. وكان رحمه الله إبراهيم الأشقر كما يقول الكاتب نموذجا فريدا في تحري الصواب في الأحكام الشرعية. فمن تلك يخرج قبلها إلى الأسواق يسأل عن أسعار الحبوب والذهب، وعلى ضوء حرصه على توحيد مواقيت الصلاة، فقد كان يذهب بنفسه إلى الإرصاد الجوي فيحضر نتيجة مواقيت الصلاة ويقوم بتوزيعها بنفسه في مساجد مدينة كسلة. ومن تلك الشمائل الفريدة التي اتصف بها هذا الشيخ عدم انتصاره لنفسه أو رأيه إذا احتدم النقاش في مسألة، فحاله عند النقاش لا يتجاوز، ولذلك أحد أمرين: إما أن يقنع المناقشة، وإما أن ينسحب إذا رأى إصرار الآخر على رأيه. وهي حال المحققين، إذ أن الأوقات أنفس من يعني عفوا أنفس من أن تصرف فيما لا يجدي، يعني أغلى. وقد كان هذا الشيخ سلفي العقيدة ناصرا لمنهج أهل السنة والجماعة، معتصما بالهدي الأول، كان فعلا وسطيا وسلفيا في نفس الوقت برضو للمذاهب الأخرى الصوفية وما إلى ما كان برضو يعني يحاربها وهذه البدع والخرافات. هو كان يدي الدروس والناس يتعلمون منه، بدليل أنه كان أحد المداحين. يعني شوف حكمة هذا الرجل العالم الجليل، وأنا أضرب أمثلة ونماذج مما يذكره الكاتب بارك الله فيه. هو ذلك الشيخ السلفي العقيدة ناصرا لمنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عفوا بالنسبة للمدائح هنالك آراء، وهو الرجل الإمام السلفي الوسطي، وأنا عشان كده بقول وسطي. فكان أحد المداح بعد صلاة الجمعة، هو من عاد شيخ ولا حاجة كده، يأخذ طبله والناس يلتفوا من حوله ويمدح، والشيخ درسه معقود. وقد لا يكون عنده درس بعد خطبة الجمعة، في الغالب ما عنده درس بعد خطبة، لأنه درسه قالها. وخطبة الشيخ الأشقر هي حلقات من الفهم والمعاني. فأعتقد هو بعد العناية ما يعقد، في الغالب ما يعقد حلقة درس. بعد صلاة الجمعة واحد من الشيخ، ومش مديحة عادي كده، ياخذ طبل عديل كده: النور لنا السلام على النور لنا سلام على و... وهذه المدايح اللي كان يمدحها الشيخ: النور لنا السلام على. وبعدين يجي فيها لأنه شايف الجماعة حوله
المداح يعني حولوا إريتريين وغير إريتريين. فمن الأشياء التي أنا أذكرها يعني: النور لنا، السلام على النور لنا، الشي الشي قويتاي نبي، الشي قويتاي مرسل، أبيض من اللبن أحلى من العسل. النور لنا، السلام على النور لنا، السلام. نحن برضو متصوفون قليلا، نحب المدائح ونحب كتاب الله وسنته يعني. الشاهد أنا داير أقول إنه الراجل طبعا المداح ده يرمو له شيء يعني. الشيخ الأشقر يمر من جنبه، يشيل دراجته ويمشي، ما يقيف ولا يقول له هذا يا رجل أنت. هو عارف، لكن دروسه فيها إنه يا جماعة المنهجية، المدايح لابد تكون مضبوطة، منهج السلف والعقيدة وأهل السنة يعني. يعني كان رجلا فعلا مدرسة يعني، ويعلم الناس. شوية شوية يمكن المدايح ذاته انتهت، وقفت يعني في المسجد. ويمكن أنا لو ذكرت المدحة مدحتين ثلاثة كان بيكررها، وشيخ اسمه وشيخ يعني، يلملم قريشاته كده ويعملها في السرة ويمشي يعني. الشيخ الأشقر بكرة يوم السبت عنده درس في هناك، ونفس المحل اللي كان يمدح فيها الرجل، لأنه على البرحة يعني. ما يقول إن في هذا المكان بالأمس كان بدعة وخرافة وبتاع وإنني وبتاع. ذاك مارس حاجته، والشيخ يدي وعظه ويرشد الناس إلى الكتاب والسنة والالتزام بمنهج السلف. هذا هو الدين. ومنهج العلماء واحد بالمناسبة. أنا سأترك القصة بتاعت قرماي والدلحاج التي حكاها شيخ الأشقر للحلقة القادمة إن شاء الله. سأفتتح بها. وفي السيرة لسه عندنا ما تبقى من السيرة صفحات، وعندنا القصيدة إن شاء الله. وإن شاء الله آمل أن يأتينا، يعني وفق أن يأتينا أحد تلامذة أو حواري الشيخ الأشقر إن شاء الله، طلابا أو علماء بإذنه تعالى. أنا دار أضرب مثل آخر. يعني كنت شاهد عيان أو جزء من ذلك الحدث. العلماء حتى السلفيين يعني، علماء منهج أهل السنة والجماعة، الهجوم ومواجهة الناس وهذه بدعة وخرافة وكذا، هذا ليس منهجهم يعني. الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه وأحسن مثواه هو من تلك المدرسة، رجل سلفي من أهل الجماعة وأهل السنة يعني. ف يعني كان المشهد بين والدي شريف رحمه الله والشيخ عبد الله الزوز وشخص ضعيف. عمري آنئذ يعني 10 أعوام، خاتم للقرآن الكريم ومردد والحمد لله. فذهب بي والدي إلى مكتب الشيخ عبد الله الزوز بالمعهد الدين الإسلامي لتسجيل يعني. أنا داير أضرب مثال لأهل السنة والجماعة الحقيقيين كيف يتعاملوا مع الناس. والدنا كان رجل صوفي مادح، يحب المدايح، ورجل برضه هو سلفي يعني، لكن يحب المديح وبتاع، ونحن نحب المدايح ونمدح يعني. فدار الحديث وأنا طفل، لكن ذاكرتي حية يعني. فالسلام عليكم شيخنا، قال لي وعليكم السلام ورحمة الله. شريف اتفضل. في بالتقري طبعا كان الكلام. سلام على شريف ميتو دحن وكده. قال له سيدنا عبد الله اللي ولنا احمد لما مع حد قلنا نسجله نحضر لنا. قال لي وخلونا نحكي بالتقريت يعني. اللي ولنا احمد يوم مع حد قلنا نسجل له وانتوا امر لنا. طيب شريف اللي والكن وشي كوبيلي كم عمره؟ قال له 10 سنة. وهذا هلا كانوا شيكو. قال له مع حد قال لي والله يا سيدنا نوش ما من قبي قرآن قارئته. قال له قرآن خاتمته ومرددته وحافظته يعني، ومسلامة مداحته. قال له مسلامة مداحته. قال له
فتبسم الشيخ عبد الله الزوز. شوف، هو الرجل السلفي من أهل السنة والجماعة. قالوا له: ماذا تقول يا شريف؟ متى بلهليك يا شريف؟ استغفر الله، بلا أعوذ بالله. فتبسم الشيخ عبد الله الزوز رحمه الله. ما بيلك شريف؟ قال له: قرآن قارئته وختمته وختمته وردوته. مدحته كمان. قال له: مديح مدحه وفارسته دي مديح. قال له. تبسم تاني قال له: شريف، قال له: قرآن علمته. قال له: قرآن علمته، لكن مديح علميكو. قال له وهو يضحك يعني. فالوالد برضه بفطنته وحكمته قال له: والله سيدنا كل ما أنتم تأمروا علموا ويعلموا. وفعلا قرآن علمته. قال له: وكل أنكم تأمروا يعني. وضحكوا الاثنين. فقال لي: تعال يا ابني. قال لي: ختمت القرآن. أيوة. قال لي: أقرأ. قال لي: خلاني أول قال لي: أقرأ كده مما تحفظ. قرأت من القرآن. قريت شنو ما متذكر. وتاني قال لي: أقرأ. قريت من القرآن. ثم فتح لي المصحف. قال لي: أقرأ. قريت. قلب المصحف يعني مر علي، مررني على كذا سورة، فوق تحت وسط وبتاع. فاطمأن. قال له: شريف فعلا اللي أحمد والكم قرآن قارئته، لكن برضو مديح علميك يا شريف. قال له وهو يتبسم تاني. شوف الرسالة التي أفاد بها. المديح ليس من أمر الدين يعني. حقيقة أنت لتكون مسلما ليس شرطا أن تمدح. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محبة النبي من محبة الله سبحانه وتعالى، لكن شرطا أساسيا أن تحب الله وتقرأ القرآن وتتعلم السنة. لكن المديح هو شيء زيادة إذا انضبط كمان. فالمهم قال له فعلا شريف والكم قارئته. قال له ويقبل أحمد شريف بمعهد الدين الإسلامي بأوردات، وعمري 10 سنين، كنت أصغر دفعتي، ومعي كان محمد سليمان حميدان، ربنا يديه الصحة والعافية. ومن دفعتنا كان مختار ابن سيدنا الحسين يديه الصحة والعافية في السعودية، والأخ محمد حميدان في اليمن السعيد. أنا ومحمد حميدان كنا أصغر الطلاب. قصة محمد حميدان دخل كيف أنا ما عارف، لكن برضو إن لم تكن خاتم للقرآن الكريم لا تدخل العناية. لكن أنا أحببت أن أشير إشارة أهل السلف وأهل السنة والجماعة المنضبطين بالحكمة وتنوير الناس بالتي هي أحسن. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأقول أكرر الآيات التي كان يتلوها شيخنا الأشقر رحمه الله، ولسيرته العطرة بقية إن شاء الله سنكرسها للحلقة المقبلة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم ارحم شيخنا إبراهيم الأشقر رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى في عليين ومع المقربين المقربين، وأحشرنا مع زمرته ومعه إن شاء الله في العليين. ولكم أعزائي المشاهدين والمستمعين الشكر الجزيل، وأسأل الله أن يجمعكم مع من نحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يأتيكم من إعداد وتقديم محدثكم أخيكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.